السلام عليكم، مرحبا. اليوم بإذن الله هنحضر مع بعض أحلى خبز توست من صنع إيدك يا ست الكل، بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت، بأقل من نص كيلو طحين هتحضريه. إذا كنتي أول مرة تنوريني أنا ليلى فتوح، وبإذن الله مش هتفكري تاني تشتريه من بره. النهاردة مكوناتنا بسيطة جدا. معايا معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، ومعايا كمان معلقتين كبار من سكر الحبيبات، طبعا دي المعالق المعيارية، ومعايا بنفس المعلقة الصغيرة معلقة من الملح، ومعلقتين كبار من الزبدة اللينة، وبيضة متوسطة الحجم يعني مش كبيرة، ومعايا 220 ملي لبن دافي، ومعايا طحين 3 أكواب طحين حلويات، دي المفاجأة بتاعتنا مش متعدد الاستخدامات، وعليهم معلقة ونص كبيرة من الطحين. هنبتدي ننزل دلوقتي بالخميرة بتاعتي، وهنزل عليها اللبن الدافي، لازم يكون دافي، له سخن ولا هو بارد، لو سخن هيموت الخميرة بتاعتي ومش هتنشط معايا. هنقلب كويس مع بعض لغاية لما ما يبقاش فيه تكتلات، وهنزل عليها بالسكر الحبيبات، وهنزل عليها بالبيضة، وبرضو هنخلط المكونات كويس عشان البيضة بتاعتنا تندمج في كل المكونات. زي ما حضرتك شايفة كده هبتدي انزل بالطحين كله. طبعا استخدمنا طحين الحلويات لانه التوست لو حضرتك تلاحظي لما بتمسكيه من الداخل بتلاقيه طري جدا زي الكيك. هبتدي انزل عليه بمعلقة الملح، وهقلب كل المكونات، وهستخدم سلاح العجن، وهنبتدي نشغل المكسر على سرعة متوسطة لغاية لما العجين بتاعي يختلط او الدقيق بتاعي يختلط بالسوائل بتاعتي كويس. انا مش محتاجة اعلي السرعة لغاية لما العجين بتاعي يتلم معايا زي ما حضرتك شايفة كده. انا شايفة ان هو محتاج معلقة صغيرة من الحليب، ممكن يحتاجها وممكن لا حسب نوع الطحين. زي ما حضرتك شايفة كده العجينة هتسيبها لغاية لما تلم نفسها تاني وتتجمع مع بعضها تاني، وتبقى يعني لينة نوعا ما. هبتدي دلوقتي انزل عليها بالزبدة اللينة، طبعا دي زبدة طرية جدا، وهبتدي انزلها واحدة بواحدة. ما ساعدنيش الامر، هنوقف المكسر بتاعنا ونضيف كل الكمية، وهنبقى صابرين عليه برضو ونشغله على سرعة متوسطة لغاية لما العجين بتاعنا يختلط تماما وياخد كل الزبدة بتاعتنا، والعجين يلم نفسه من الإناء بتاعي. زي ما حضرتك شايفة العجين كده بدأ ان هو يندمج مع الزبدة، وبعد شوية هيلم نفسه وهينضف لي الوعاء بتاعي تماما من الزبدة. زي ما حضرتك شايفة بكده العجين بتاعنا أصبح جاهز. هنبتدي نشيله من طبق العجن وهننزله في طبق جديد. زي ما حضرتك شايفة كده العجين لين لكن ما بيلزقش في ايدي، وهغطيه وهحطه في مكان دافي لمدة ساعة. بكده أصبح معانا العجين بتاعنا جاهز وخمران. هنشوف المول اللي احنا هنستخدمه. أنا معايا مول الخبز طبعا طوله 30 سنتي، وعرض 9.5 تقريبا، والعمق بتاعه حوالي 9 سنتي، وطبعا بطنته من الداخل بحتة زبدة صغيرة وشوية دقيق عشان يبقى جاهز للعمل. هنرش سطح العمل بتاعنا بشوية من الدقيق طبعا عشان نقدر نفرد العجين بتاعنا، وهنحاول عايزة حضرتك الأول تشوفي العجين من جوه شكله ايه، عمل خيوط العنكبوت، يعني معنى كده ان العجين بتاعنا خمران 100% وممتاز جدا وخد وقته في التخمير. هبتدي دلوقتي ان انا افرده على سطح العمل، وهحاول بقدر الامكان ان انا اعمله على شكل مستطيل، وهبتدي اشيل من عليه الدقيق وهطويه مرتين فوق بعض زي ما حضرتك شايفة بنفس الشكل اللي في الفيديو، وهحاول ان انا اخده بالطول وافرده تاني على شكل مستطيل. بس اهم حاجة ان هو يكون بمساحة او بطول القالب بتاعي اللي انا هحط فيه النهاية، يعني اللي انا هخبزه فيه. هبتدي افرده وهبتدي اجي في الاطراف الاولانية وهطويها وهضغط عليها كويس جدا، وهكرر العملية دي كذا مرة لغاية لما ألفه زي الرول. ده بيساعدني ان خبز التوست بتاعي على قدر الامكان ما يكونش فيه فراغات
لما انا اجي اقطعه. فدي خليكي حريصة على النقطة دي قوي، ان انت تخرجي الهواء او وانت بتبرميه تقفلي عليه كويس قوي. وهنبتدي نقفل الحواف بتاعته بالضغط كده بصوابعي، ان انا الحمهم في بعض. بكده هو جاهز. هحاول احطه دلوقتي في المول بتاعي اللي انا هخبزه فيه، وطبعا هغطيه ببلاستيك فيلم لغاية لما يتضاعف حجمه. وعايزة حضرتك تشوفي حجمه قبل التخمير وبعد التخمير. هنبتدي نعمل دلوقتي السائل اللي احنا هندهن بيه الخبز بتاعنا لما يختمر ان شاء الله. انا معايا بياض سوري صفار بيضة، ومعلقة صغيرة من اللبن، وكمان معاها ذرة من الفانيلا عشان نضيع زفارة البيض. ممكن حضرتك تحطي خل، ممكن تحطي قهوة سريعة الذوبان لو انت عايزة منكهات تانية. زي ما حضرتك شايفة الحجم تضاعف بقى، واخد مساحة القالب بالكامل. عايزة حضرتك تشوفي قبل وبعد التخمير فرق واضح جدا. هبتدي ادهنه بصفار البيض والمحلول اللي احنا عملناه، بس طبعا وانا بدهن بخفة، ما بحاولش اضغط عليه عشان ما هبطش التخمير بتاعي. زي ما حضرتك شايفة يعني دهنة خفيفة جدا مش اكتر، عشان في التسوية يديني لون، وفي نفس الوقت يثبت عليه حبات القرع اللي انا حطيتها او السمسم اللي انا نزلته. يعني كل الحكاية انها تديني لون وتثبت لي اي حاجة انا عايزة احطها. هندخله طبعا على درجة حرارة 170. طبعا الفرن شغال قبلها بربع ساعة وفي الرف الاوسط. بكده احنا طلعناه. زي ما حضرتك شايفة هو لسه سخن، ولذلك انا مش قادرة امسكه، بس انا عايزة حضرتك تشوفيه انه هو سخن. طلع من القالب بتاعنا الحمد لله بسلام. ارتفاعه واضح. الحواف بتاعته جميلة. طبعا انا هسيبه لغاية ما يهدى تماما معايا، وبعد كده هبتدي اقطعه. او لو انا مش عايزة اقطعه هحطه في كيس وهقفل عليه عشان يفضل طري. هبتدي اجيب سكينة مشنشرة واقطعه. دي اول قطعة زي ما حضرتك شايفة. عايزاكي تشوفي طبعا التوست بيتحط في مكان عشان يقطعه، وبيطلعه كله باحجام متساوية. طبعا احنا بقدر الامكان هنحاول ان احنا نطلعه بنفس الحجم. عايزة تشوفي حضرتك مفيش فراغات، لان احنا حاولنا بقدر الامكان ان واحنا بنبرم العجين ما يبقاش فيه فراغات. هنقطع كل الكمية زي ما انت شايفة. عايزاكي تشوفي طراوة العجين من الداخل اكني بالظبط كنت بعمل قالب من الكيك. بكده احنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت يكون خبز التوست النهاردة عجبكم ونال اعجابكم، ويا ريت ما تنسونيش في صالح اعمالكم بالدعاء ليا والام الغالية بالرحمة والمغفرة. اكون سعيدة جدا وممنونة، واسيبكم في رعاية الله.